صلح التليفون يا عم ميس عشان مكسور. طبعا ده اس 22 الترا اهو. ده التليفون الشخصي بتاعي اللي انا اللي هو فيه الخط ماشي. فده التليفون الشخصي انا طبعا عشان صنايعي، فعشان كده بستخدم ده في الشغل يعني وكده عشان هيتبهدل كده كده ماشي. فهو فعلا مكسور من كل حته يعني. لكن اللي انا بتكلم منه ده اس 24 الترا. ده عامله كاميرا فقط لا غير، واي فاي، ولا عليه خط ولا اي حاجه خالص. فانا شكلي كده يعني هخلي الاس 24 الترا تليفوني الشخصي بدل ده. وهجيب بقى لا اما ايفون لا اما اس 25 الترا، او هشوف اي حاجه تاني بقى ايه هنشوف. انما ده هيتدغدغ. انا اول ما اعمل كده ده هيتدغدغ، لان اي تليفون شخصي بالنسبه لي انا متعود على كده. لما بجيب واحد تاني بدغدغه، ولا بقى ببدل ولا بعمل القصص دي خالص. لا ليه بقى؟ لان انا في حاجات عليه مهمه جدا كانت عليه بقى، يعني اوراق وحاجات مهمه جدا عشان محدش يعني دماغه تروح بعيد ماشي. ففي حاجات مهمه جدا. هتقول لي بقى في برامج بتشيل، في برضك برامج بتجيب. فانا متعود على كده، بريح دماغي بدغدغ امه ماشي، بيتعدم خالص بس كده. بقى الدغدغ ده وهتشوفه لما هدغدغه. اول ما اجيب بقى ايه مش عارف اجيب ايفون ولا اجيب اس 25 الترا ولا ايه بالظبط مش عارف. هنشوف. يلا سلام عليكم، نهاركم قشطه، بحبكم، سلام عليكم. اهدي يا عم ميسو.